يمكن اجى منكم شافني في شادي وكنبايته، ما كانش في نورمينو وساع في الاستوديو، فقالوا لي خذ كنبايتك وصور برا بالشارع. وكمان برنامج تاكسي مان. وفي اجى شافني وانا اركض ورا السياره وقال له روح طالعه روح. بس ايامها كان في كرش، هلا راح عشان بطلنا ناكل حرام. خلص بعطيك 5000. اليوم انا عامل شوارب، اشي بيقول لي شكلي زي زورو، اشي بيقول لي زي جاك سبارو بايرتس اوف ذا كاريبيانز. بما انه حمزه حكى عن العراس، خليني احكي لكم عن العراس. هو حكى عن انواع الناس في العراس، انا بدي احكي لكم عن انواع العراس. عندنا 3 انواع. عندنا العرس اللي بيكون مختلط، بيكون في فندق، واللي عازمك محملك جميله. انا اجاني مره كرت مكتوب فيه عدد المدعوين 1، قلت خلص بروح لحالي وهم بدبروا لي واحده تقعد معي. العرس الثاني اللي هو العرس اللي مش مختلط، بتفوت انت عند الباب معك معزام والنسوان، بعدين زي الجنه والنار، انت بتروح على جهه معزام وبتصير من بعيد تتطلع على النسوان وين رايحين وتتحسر. بعدين بتصير تشوف كل قريباتك اللي انت يا دوب تشوفهم مره بالسنه لابسات فساتين سهره وقصير واللي نفسها تتجوز بتكشف بزياده وفايته. تقول لاخوك هيك، ولك مين هاي ام الخمري؟ بقول لك بنت خالتك. شو طلعني يا زلمه؟ يا زلمه هاي بربورها كان لهون. هلا بتقعد عند اسلام كانك في عزا ولا كانه عرس، كل 4 قاعدين ملتمين عاملين نميمه على ال4 اللي في الطاوله الثانيه. بتلاقي عيلتك اتقسمت فرق زي المافيا، وبتحتار انت تقعد مع عمامك ولا مع اخوالك، لانه لا هدول طايقين هدول ولا هدول طايقين هدول. وبتلاقي الشباب هدول مراهقين قاعدين في الزاويه بيوزعوا لبعض بلوتوث، اخر تطورات اليسا. عند النسوان كل الميمعة، كل شمة الهواء. هناك انت بتحس انه لو الله خلقك بنت بس. هلا بالعراس صار عندنا نهفه، يحطوا لنا اغاني وطنيه في نص العرس. بيكون العريس والعروس قاعدين يرقصوا فالس، قالوا تامر حسني نا ودعسوا على رجلين بعض طبعا، لانه فيش عندنا حدا في البلد بيعرف يرقص فالس. حكوش على حالكم. المهم في نص العرس فجأة والفالس شغال، الدي جي بيحط لك عمر عبد الله، بقلب العرس جبهة شاشنا العروس بتتحمس تشلح من اجريها، بتلاقي كل الاجر هيك بصت لبرا 42 نمرتها، رفعت هيك وشاشنا عريس بيشوف هالشوفه بقول لك انا متجوز غوله. اي وقف هيك عند اللوج، لزق في الزاويه هيك. يعني انا لو عندي صاله افراح بعمل ايش؟ مخرج طوارئ من ورا اللوج. بتطلع بالزاويه غاد بلاقي حماته جايه وحامله كراسي العرس الثالث واللي اسخم لسه منه، العرس اللي في المناطق الشعبيه، هذا اللي بيكون عباره عن صوانين، واحد على السطوح للنسوان وواحد تحت في نص الشارع، ولازم يسكروا الشارع. هو كم مرة ابننا بده يتجوز؟ بدنا عرس وبدنا نفرح، والله لو بنسكر البلد كلها. طبعا ما حداش مستجري يحكي معهم من الحاره، ليش؟ لانه كل قرايبهم جايين. بما انه كل القرايب جايين، ففي واحد من العيله اللي عاملين العرس بيكون عامل يومها ازعر، وبيكون دائما مطصة الحارة، بس يوم العرس هذا بصير زلمة. ما انه اليوم صار زلمة، بدور له على حدا هو ايش بتحلف له من زمان من الحارة وبيخلق معه مشكلة. فورا بتصير طوشة، بس تصير طوشة الكل ملتم والكل متجمع والكل حميان، والنسوان من السطوح بيفتحوا كل وحدة السوان بصيروا يتفرجوا، وشي بينزل تحت. في نص الطوشة مين بيجيب العيلة؟ العسعوس هذا المحودب
اللي بيكون جعوره هذا اللي بيداوم على البسطه بسقف السيف. بينزل هيك بيمسك قندينه ولا قشاط بصير يصيح وينه وينه فلتوني عليه وينه، ومش عارف شو فيه على فكره. وببلشوا النسوان يهدوا فيه. طول بالك يا محمد، طول بالك طول بالك، خلص يا محمد. وينه وينه لحد ما تطلع له بنت عمته اللي هو حاطط عينه عليها من زمان، تحكي له خلص يا محمد مين شاني مين شاني. طب خلص. عندما تفكر انه الميمعة هديت والحارة راح تروح راح يصير عرس، فجأة بوصل من الغور ابن عمهم اللي محمل نقلة البتنجان في البيكاب. بوصل هيك بتطلع هيك بشوف الناس مهتمة، بنزل بسحب القنوة تبعته اللي جنبه وبسأل السؤال الجوهري: شو في يا جماعة؟ اللي ببلشوا النسوان ايش يهدوا فيه؟ ولا اشي يا احمد ولا اشي ولا اشي، روح غير روايك، روح اشلح الشحاطة والبس الكندر الجديد. شو في؟ هلا بيجي ولد من الصغار هدول هيك بصير يشد له في البنطلون: خالي محمد ابن الجيران سب على محمود كلام سفالة.